صباح الخير. لما تقومي كده من النوم وتدخلي المطبخ وتبقي محتارة مش عارفة تعملي ايه، والحيرة بتاعت السيدات بتاعت كل يوم تقلبي في التلاجة كده تلاقي لفة جلاش. تعالي نشوف هنعمل بيها ايه النهاردة ونعملها بشكل مختلف. دي لفة الجلاش المحيرة. هنفتحها، طبعا انا طلعتها فكت خالص كده، وهنبتدي مع بعض ايه، نشوف هنعمل ايه بما اننا ولادنا دايما بيبقوا ايه يعني غضبانين على الخضار، مش عايزين كلهم ياكلوا خضار. فاحنا هنعمل حاجة كده لطيفة ما بين الفطير، ما بين البيتزا، ما بين اللازانيا. يعني هنحاول كده ان احنا بلفة الجلاش دي نعمل بيها حاجات مختلفة. دي الصينية بتاعتي انا دهناها زبدة كويس زي ما شايفين كده. واجيب اول 3 ورقات، انا هستخدم 3 انتي عايزة تستخدمي 2 مفيش مشكلة. اول 3 وهفردهم في الصينية وهطبق الجوانب من كل ناحية كده، واجيب حتة الزبدة اللي محيراني دي افضل امشي بيها لان انا مش هحط يعني مادة دهنية كتير، بس برضو بنضطر نحط للأسف. واجيب طبقة تانية احطها، وابتدي اساوي الصينية بالشكل ده واطبق من هنا ومن هنا لحد ما يدينا شكل متساوي. طبعا انا محضره بشاميل، نسيت اقول لكم ان انا عملت بشاميل يعني، بالرغم ان احنا يعني اليوم محير، بس قلت طيب ما احنا نفتكس بقى ونغير الوضع ونغير الطعم. عملت البشاميل بتاع المكرونه البشاميل العادي جدا الطبيعي، وابتدي احط بين الطبقات بشاميل. هتقولوا لي ايه الفايده؟ اولا هيديني ميكس ما بين البيتزا، ما بين اللازانيا، ما بين الجلاش. في نفس الوقت شوية تلاقيه مقرمش، شوية ممكن يبقى طري. المهم التوليفة دي بتديني ميكس حلو جدا. احط طبقة من الورق تاني، وطبعا انا مجهزة اللحمة المفرومة بتاعتي وهحط عليها شوية من البشاميل عشان يمسكوا في بعض. اللحمة المفرومة لما بتحطيها وتيجي تمسكي حتة الجلاش كده بتقع منها، لا البشاميل هيخليها ماسكة في نفسها كده ومتماسكة، ومش هتقع ولا يعني هتوسخلك الدنيا والحاجات دي كلها، بالذات لو انتي عندك اطفال. ابتدي انزلها على الصينية بتاعتي واوزعها بالتساوي، اخلي كل مكان فيه كده. وطبعا انا معايا محضرة شوية زيتون، شوية فلفل اخضر، وانا قلت لكم هتعامل معاها على انها بيتزا او لازانيا او اي حاجة من الحاجات دي. واحط كمان شوية من البشاميل. البشاميل اللي بيعمل ترابط بين الحاجات دي كلها والمكونات. شوية من الزيتون، شوية من الفلفل ده سبايسي مرضتش اكتر منه. ونبتدي بقى نجيب الطبقات بتاعة الورق الجلاش ونبتدي نحط، نغطي بقى اللحمة المفرومة بتاعتنا. هنا لو ملاحظين انا مخليه جانب من فوق كده، احط حتة من الزبدة. على فكرة الحتة دي هي كلها من البداية ما استخدمتش غير اي حتة صغيرة جدا. احط كمان بشاميل واغطي بالورق. على فكرة الورق في جنب من الناحية دي سايباه سايب خالص، وجنب من الناحية دي يعني الجنبين مش متنيين. هقول لكم في النهاية هنقفل الصينية دي ازاي. المهم ان احنا بين كل 3 ورقات بنحط بشاميل كويس. انتي عايزة تحطي حشوات تانية مفيش مشكلة. هبتدي ارفع الصينية من القاع خالص كده وارفعها فوق، واجيب الطرف اللي انا كنت سايباه على حافة الصينية واخليه من تحت كده. انا بقفلت الصينية مفيش حاجة هتقع منها تماما. نفس الحكاية في الجنب التاني. ارفعي كده وادخلي الورقة من تحت خالص كده، انتي بقفلتيها تماما مفيش حاجة هتقع منها. هناخد الصينية، طبعا الصينية طبعا انتي ما بتضغطي كده طرية ولذيذة. قطعيها بالسكينة زي ما انتي عايزة، سمبوسك عايزاها تقطعيها مربعات بالطول بالعرض ايا كان. جبت بيضة
وحطيت عليها شوية ملح وشوية فلفل وشوية حليب. أنا مش هاحط لا زبدة ولا هاحط أي حاجة من الحاجات دي خالص، ولا قشطة ولا زبادي ولا الكلام كل ده اللي بيعملوه، هو شوية حليب وبيضة. وأبتدي أسقي الصينية دي كلها بعد ما أقطعها طبعًا. في ناس مش بتقطعها وبتسيبها كده يعني، وفي ناس بتعملها التقطيعات مختلفة شوية عن اللي أنا عاملاه ده. أديني باسقيها بالحليب بتاعي وأسيبها حوالي ربع ساعة كده برّه تتشرب، وأدخّلها على فرن سخن جدًا ومش هتاخد وقت. وطبعًا كان في كام ورقة موجودين لسه، فقُلت مش معقول هاسيبهم كده، فقُلت هارُشّهم كده بالزيت بالبخاخة كده على خفيف. وكان عندي حشوة سبانخ، أنا باحب السبانخ جدًا على فكرة، طلّعتها من الفريزر وفكيتها كده وحطيت عليها شوية من البشاميل. وقُلت هاعمل إيه، شوية الورق دول هالِف بيهم السبانخ كده، ودول اللي أنا هاكلهم أنا على فكرة، دول بتوعي يعني. وأقلبها كده على الورقة، أعملها بشكل مربع، وأنا دهناها already بشوية زيت خفيف جدا. وهطبقها وهرصها في الصينية وهسقيها نفس التشريبة اللي أنا اديتها للصينية الأولانية، اللي هي الحليب والبيضة وشوية فلفل وملح فقط لا غير. الحاجات دي بتبقى لذيذة وخفيفة وسريع سريع كده، احنا ايه بنحبها وبتخلص بسرعة، ما بتقعدش يعني. دي من الحاجات اللي يعني ايه تبقى قاعدة في البيت كده، مش هتقولي هتبات لي تاني يوم، لا هتفضلي حتة ورا حتة كده هتاكليها وتحسي بطعمها وحلاوتها، وخاصة واحنا داخلين في الشتاء كده الجوع بيكتر يعني. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة. أتمنى إن يعني تدعموني بجد، وحاولوا تطلعوا لي القناة اشتراكات، عرفوا أصحابكم وجيرانكم وعيلتكم كلها بالقناة بتاعتي. وشكرا لكم. طلع صينية جلاش ما تعرفيش هي بيتزا ولا جلاش ولا لازانيا، ما بين الأحرف المقرمشة والقلب الطري. المهم إنها عجبت الولاد جدا جدا، وبالهنا والشفا.